السلام عليكم وأهلا وسهلا في قصة جديدة من قصص للعبرة لا للفرجة. اليوم قررت أنني نعاود لكم واحد القصة ديال الشاب مع واحد الشابة. يعني للأسف الراجل ملي كيبغي من القلب ديالو، ولكن كيتلاقى مع واحد الطرف ما كيعطيش أهمية وغير كيضحك عليه وما مسوقش ليه. والراجل عايش واحد الحياة أنه كيفكر أنه يأسس عائلة ويدير بزاف د الحوايج مع داك الشخص اللي بغاه. في الاخير كيتصدم انه داك الشخص مكيعطيش اي قيمه ليه وكيحاول يدير معاه شي حوايج باش يتهنى منه. بسم الله وعلى بركه الله نبداو قصتنا. هاد الشخص هذا هاني ما عنده حتى شي حاجه باش يصدع بها راسو. عجباتو واحد السيده، قرر انه يبدا يدوي معاها، فبداو المكالمات في مواقع التواصل الاجتماعي، منك جبد مع الهضره هادي كيف ما كيكونوا العديد من العلاقات مرحلة تعارف. ولكن ديك السيدة لقاتو نية وبغات تبروفيتي فيه، وصلت لواحد البلافون ديال انه يكون ارتباط بيناتهم. لكن الارتباط ملي كيكون فيما لا يرضي الله ما كيتجسرش صراحة. وهادشي راه كيقولوه بزاف ديال الناس من انطلاقا من التجارب ديالهم اللي دازو منها. يعني بلا ما تصدع راسك بشي حاجة ديال هذا كيبغيني ولا كتبغيني، لا، دا في خدمتك، دا في قرايتك، دا في حياتك الشخصية. المهم دير شي حاجة اللي ترجع عليها. ديك الساعة الا بانت لك بنت الناس سير لدارهم وتزوجها، ماشي مشكل وماشي عيب. اما ديك التعارف كتبان العديد من الناس انها غير تخربيقه ومضيعه للوقت، وكتبقى مبرزة نهار كامل. انا صيفط ليها علاش ما جاوباتنيش، ها هي تعطلات عليا علاش تعطلتي، ها هي كنصوني عليها ما كتجاوبنيش. وايضا الطرف الثاني ها هو كيصيفط لي ما جاوبنيش، ها هو ما عيطش ليا. يعني كتولي مستريسي وداخل في واحد الدوامه ديال اشنو بغيت انا من هاد الشيء هذا وهاد العذاب هذا. هادي كندويو حنا هنا كنعمو دابا، ما كنحدوش غير في القصه الطرف اللي كلا الدق. هاد السيد هذا تقريبا 3 سنين هو معاها، اللي بغاتو كيجيبها ليها، اللي خصاتها اللي حلات عليها فمها كيجيبها ليها. مرحبا على الراس والعين، اي حاجه بغات كيجيبها ليها، ما عمرو خسر لها الخاطر. قال لك في السنه الاخيره بدات السيده كتلاعب معايا، ما كتجاوبنيش دغيا، مره في شحال كنعيط ليها، كاين والو كاين والو. عيطت لها واحد النهار قالت لي لا راه عندي امتحان ديال الباك. قال لها ماشي مشكل، صبر راك تيدوز امتحان. داز امتحان. هو الغريب في الامر انه كان كيقرر من وراها يمشي يخطبها. العلاقه دامت 3 سنين، قال صافي نكمل ديني ونتزوج. كيتسنى حتى خدات الباك ديالها، تلاقى معاها، دوا معاها. قال لك من تعابير ديال الوجه ديالها انها مبدله بزاف، ماشي هي اللي عرفت اول مره. يعني صراحه هاد السيد هذا قال لك عمرني نثيق في شي واحد، عمرني غادي نبغي مازال، بسبب ديك الدريه. قال لك كل النساء مسكين من غراف واحد. يحز في النفس انه واحد يثيق فيك وفي الاخر تغدر. في الاول دير مع النقاط على الحروف خويا، اسمح لي، تخليه يبني معك احلام ورديه، في المقابل انت راه ما كتفكريش فيه اصلا وكتحطمي الدري ويقدر يدخل في كآبه. تخيل معايا وليد يدوي مع راسو، تخيل معايا تسطى. راه كاينين حالات سبابهم دريات تسطاو ماتوا انتحروا على قبل شي حاجه تافهه وما تستاهلش صراحه. هادشي حيت كاين 8 المليار ديال البشر في كوكب الارض، راه ماشي واحد اللي كاين. قلب سول مزيان على راسك. دازت واحد 4 شهور ما دواش معاها، صافي حتى هي ما عبراتوش. جات واحد الفتره صيفطات ليه السلام عليكم كي داير بخير لاباس كلشي مزيان الحمد لله. دواو عاوتاني السيد بحكم انه مازال كيبغيها، دوا معاها وتصالحوا عاوتاني. ولكن السيده في بالها انها تبروفيتي فيه، كانت قبل مع واحد، بقات عاوتاني نفس الحال وهو مسكين محن من جهتها. دازت امور على هكاك، عاوتاني نفس المشكل طاحوا فيه. ولكن هاد المره هادي ملي كان بارك كيدوي معاها، عيط لها واحد كيعجبها شي حاجه سميتها، قدامه شاف التليفون قال اش تكون هذا، قلت ليه لا راه هادي قال حبسي كل واحد اش الطريق. فتخيل معايا قال لك ديك النهار بالضبط ضغط لي سخط الخبار انه غادي يجي يخطب. تصور معايا هذا المنطق هذا، غير حللها نتايا ما غتقبلهاش. من بعدها دازت صافي قطع مع العلاقه. السيده تزوجات مؤخرا واللي عطا الله عطاه. ولكن الدري بقات غصه فيه بحكم انه ثقه هو اول حب يمكن ليه، تعرض للخيانه تقريبا 6 شهور وهو في واحد الحاله صعيبه بزاف، صعيبه. واللي مجربين انه يبغي شي وحده وتخليه راه غيعرفوا اشنو الاحساس اللي كيحس به للتغذر. حاليا كيحاول يجاهد نفسه، كيحاول ينسى، عمر وقته
رياضة، الصالة فوقتها، خدمة. شوف بغيتي تنسى شي حاجة، يا الخدمة يا الرياضة، هاد جوج عندك إلا درتيهم راه غتنسى داكشي المشاكل ديالك كاملين بصفة عامة. حيتاش إلا بقيتي بارك وما كدير حتى حاجة غتفكر بزاف، وداك التفكير كيضر في الخاطر وكيضر حتى في الصحة. فحاول تفادى هادشي، عمر وقتك عمر وقتك باش ما كان، ما تبركش على راسك. والله يسهل عليك فشي بنت الناس اللي غتعرف قيمتك، راه الله ما جاش وحيدك من هذيك الا وشافك انت درة ديال الخير، ما بغاش لك العذاب، ما بغاش لك الشر. يعني غادي يجيب لك الله ما احسن من هنا لقدام. غادي تقول كون عرفت اشنو كان مخبي لي الله من وراء هذا الشيء كاع، ما كنت غنكعى، ما كنتش غنتقلق، ما كنتش غنمرض، ما كنتش غنتعصب. توكل على الله وتلقى في يد الله، وان شاء الله ما غاديش يخيبك. فهاد العلاقات هادو نصيحة لأي واحد ولا أي وحدة، إلا ما كنتيش غادي تعمر معاه ولا غتأسس معاه، عندك فكرة أنك تأسس معاه أسرة هادي بلا ما تخليه شاد معاك في الطريق لمدة طويلة، حيتاش كتحطم في الآخر وكدي ذنوب. والله حتى كيولي عندك اسم كبير، ناهيك على العلاقة العاشرة اللي كنتي أصلا كدوي معاه. فحاول تسطر معاه نقاط الحروف، يا يبقى صاحبك يا يبقى صاحبتك يا يبقى صديق يا تقول لي جي للدار أخويا. سهلة يعني. ارحموا العشاق، والله الا راه كيتعذبوا. واللي حب والله الا غيعرف شنو الشعور اللي كيحس به نهار كيخليه اللي كيبغي. كل واحد يعرف شنو كيدير، وكل واحد يعرف مع من يتعاشر. الله يعاونكم.